السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى السيد رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إلى رئيس الحكومة الجزائرية، إلى معالي وزير الخارجية، إلى السادة نواب المجلس الشعبي الوطني، إلى كل جزائري حر من أبناء الشعب الجزائري الأبي سليل جيش جبهة التحرير الوطني داخل وخارج الوطن، من جزائري حر تربى وترعرع في كنف الشرف والحرمة والعزة والكرامة. أتقدم إلى سيادتكم بهذه الوثيقة الماثلة أمامكم، وهي عبارة عن توكيل من امرأة جزائرية إلى محام من محامي ومحرري الزواج العرفي بمصر، وعليها أختام القنصلية العامة الجزائرية بالقاهرة، لتمكين المحامي من التلاعب بأركان وصفات وشروط الزواج بالمحاكم المصرية، وبطرق ملتوية من رجل مصري، وتسهيل السبل للوصول إلى هذه المواطنة الجزائرية واستغلالها أحسن استغلال، ضاربين بقوانينكم ولوائحكم عرض الحائط، إذ تمتنع القنصلية عن منح هذه الامرأة وثيقة عدم الممانعة من الزواج لكي تتزوج بطريقة نظامية شرعية رسمية، وتضمن بها حقوقها الشرعية والمدنية في ذلك البلد، وتأبى نهائيا منحها إياها، بينما تصادق لها على التوكيل الذي تتقدم به ولتكون لقمة سهلة سائغة المنال. فما هذا التناقض يا سادة؟ هذا تقديم المرأة الجزائرية على طبق من ذهب للذئاب البشرية هناك. بهذا للأسف أصبحت الفتاة الجزائرية قبلة ومطمع كل مصري بائس ويائس من فتح بيت وتأسيس حياة زوجية مع امرأة مصرية، لأن هذه الأخيرة تكلفه وتحمله مسؤوليات الزواج وشروطه وتأخذ حقوقها بالكامل، بينما الجزائرية قد استغنت وتنازلت عن كل حقوقها وحتى المهر الذي شرط في ديننا الحنيف. ويمكنكم التأكد من صحة كلامي من كل وسائل التواصل الاجتماعي، وأكثرها التيك توك وخاصة الفيسبوك، في مجموعات الجالية الجزائرية بمصر والجالية المصرية في الجزائر، لأنه فعلا قد بلغ السيل الزبا، إذ أصبح الغالي والرخيص يضرب في رجولة الرجل الجزائري وشرف المرأة الجزائرية التي لقبها المصريون مع الأسف بمصطلح أم شنطة أو المهاجرة الرخيصة أو خاطفة الرجال. هل هذه حفيدات حسيبة بن بوعلي؟ هل هذه حفيدات لالا فاطمة نسومر؟ من هذا المنبر نناشدك سيد الرئيس، ونناشد معالي وزير الخارجية لتشكيل لجنة تحقيق صارمة على القنصلية العامة الجزائرية بمصر، لإيقاف هذه الإجراءات والطبخات التي تحضر على نار هادئة هناك، والتي جعلت السمعة في الحضيض، حيث أصبحت ظاهرة أم شنطة ظاهرة سريعة الانتشار، لا سيما في ال4 سنوات الأخيرة وإلى اليوم. فعلا الوضع قد خرج عن السيطرة، وبنات الجزائر في الضياع، وواحدة تجر الأخرى بفتح قنوات جزائرية ومصري، سعادة جزائرية مع مصري. فما هذا المهرجان؟ ونطلب أيضا تحقيق حول منح تأشيرات دخول إلى الجزائر، إذ تتقدم بالطريقة النظامية تطلب تأشيرة للدخول إلى الجزائر، يدرج مع الملف رسوم 1000 جنيه مصري، وإذ كنت تريد الحصول على التأشيرة الجزائرية 100% وتضمنها، عليك بدفع 10,000 جنيه مصري. التحقيق والأمر جاري على هذه الأطراف التي تتاجر بالتأشيرات ومحاسبتها وتقديمها لكم.
وهذا بشهادة مواطنة جزائرية مقيمة بمصر، ومعنا تسجيلات لتصريحاتها، وكلامنا مدعوم بفيديوهات وتسجيلات ومحادثات. تقبلوا مني سادتي أرقى عبارات الاحترام والتقدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.